الفصل الأول. الجزء الثاني. عنوان: الابتلاء. معظم الأشخاص الذين يزورونني في المكتب من أجل الحصول على استشارات، أو حتى عبر الهاتف، هناك الكثير منهم من يقول لي: يا أستاذ، ولكن الله يبتلينا بالمرض وبالأشياء التي تجعلنا نعاني. وعندما أسأل أحدهم: هل الله هو الذي أمرضك؟ فيقول لي بدون أي تفكير: طبعاً. وكأنه تفاجأ بالسؤال. وربما حتى أنت عزيزي القارئ، فأنت تتساءل إن كان الله يمرضنا ويجعلنا نعاني في حياتنا. فكما تكلمنا في الجزء الأول عن الموروثات والمعتقدات التي دمرت حياتنا بالمعنى الحرفي. وطبعاً كلامي هذا في هذا الكتاب ليس منزلاً من السماء، فكما يمكنك أن تعترض عليه أو يمكنك أن تأخذه بعين الاعتبار وتضعه مرجعاً في حياتك للتخلص من المعاناة بأدلة قطعية من القرآن والكتب السماوية الأخرى. وما عليك سوى بالتحري على ذلك. إذن هذه أيضاً واحدة من الموروثات الخاطئة التي دمرت بني البشر على مر العصور. يقول عز وجل في كتابه العزيز: الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني. فهذه الآية الكريمة كلنا نقرأها مرات ومرات، لكن الأمر الذي لا ننتبه له في هذه الآية هو كلمة إذا مرضت. يعني نسب المرض إلى الإنسان وليس إلى الله. فالسؤال المطروح هنا هو: هل فعلا أنت من تمرض نفسك؟ هل أنت من تجلب لنفسك التعاسة؟ جوابي لك هو وبكل أسف: نعم وألف نعم. طبعا ستتضح الصورة أكثر في الأجزاء القادمة، فلا تتسرع بالأحكام على هذه الكلمات. الأمر الرائع في هذا هو الحمد لله أنك أنت السبب فيما يحصل لك في حياتك. قبل أن ندخل في الأجزاء القادمة وبعيدا عن الكتاب، أرجو منكم أحبائي الاشتراك في القناة تحفيزا لنا لنشر المزيد. شكرا لكم.